أبدا، سأكون لينا متساهلا. هذا علامة صلاحي، هذا صلاح، صلاح بلحية وبصلاة وطقوس وما شاء الله مع العباد، من أسوأ الناس خليقة، من أشرسهم عشرة. أنت بريء من الصلاح، لا علاقة لك بالصلاح. الصلاح أخلاق. صلاح يبرر الجريمة، صلاح يبرر الجريمة، يصلي ويصوم ويحفظ الكتاب والسنن ويتعبد لكي يخرج ويفجر نفسه في الناس. أي دين هذا؟ أي فهم للدين يا أخواني؟ أين توقير الحياة؟ أنا أقول لكم هذا دين الإنسان. التعمق فيه هو تعمق في الأنسنة. من يتعمق دينيا يتأنسن إنسانيا، أو هذا. إذا كان العكس فهو لم يتعمق، هو ذبح الدين ونحره، في صورة أنه ينحر عباد الله تبارك وتعالى من إخوانه وغير إخوانه، وبالجملة وبالتفصيل. على فكرة ينحرون بالجملة وبالتفصيل. هو لا يسأل كم سيموت في هذا الانفجار، لا يسأل. والعجيب دائما والله لا أقول هذه حكمة القدر يا إخواني، رسالة القدر لمن كان يفهم رسائل الله إلى البشر. تقريبا لا يخلو تفجير حدث في الغرب وفي غير الغرب من ضحايا مسلمين. هذا الأبله الذي فعل ما فعل وفتح رشاشه في فرنسا على بعض المارة وقتل 7 تقريبا، كان من بينهم 2 مسلمان. الله أكبر. رسالة الله دائما، كأن الله يقول لنا من شك في عته وبله وجنون هؤلاء يمارسون الجريمة باسم الإسلام فأنا أعطيه البرهان لئلا يشك. دائما يقع ضحايا، وطبعا انتبهوا نحن لا نحتاج أن يقع ضحايا مسلمون حتى نقول العمل مجرم جريمة. لا 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 لا، كل ضحية ضحية، لا نفرق. والدم المعصوم معصوم، هؤلاء معصوم الدم. يا أخي بأي حق استحللت دماءهم أنت؟ تفتح وتقتل، ما هذا؟ لكن سلوا من يعلم، سلوا من يدرس، سلوا من يسمم. يعلم؟ أستغفر الله، سحبتها ثاني مرة نسحب اليوم. سلوا من يسمم، من يسمم العقول يا إخواني. كل رؤية للمسائل تتأسس على أفكار، ما في رؤية كذا عائمة. كل رؤية حتى الرؤية الإجرامية والتجريمية تتأسس على أفكار وعلى مقولات أيها الإخوة، وعلى إيحاءات وانطباعات فكرية ومعرفية وتربوية. يعني آتي هنا أحدثكم عن الحب، أن تحب أخاك الإنسان ثم تحب أخاك المسلم، شيعيا كان أم زيديا أم إباضيا أم سنيا أم وهابيا أم صوفيا، تحب المسلمين، تحب أهل لا إله إلا الله، تقول إخوة حتى وإن بغوا علي وإن أكلوا لحمي وفروه، يظلون إخواني في الدين ثم إخواني في الإنسانية. أنا أقول لك هذا يؤثر في حياتك، يؤثر في إبداعك، يؤثر في استقرارك النفسي، في العاطفي، في القدرة على العطاء والإنجاز. انتبهوا في طرد القلق والخوف والوحشة والرعب من نفسك، في التوائم والتكيف مع الآخرين، يؤثر. لكن كم نفعل هذا؟ نحن لا نكاد نترك خطبة إلا بعد أن نفرغ من الدعاء على العالمين إلا المسلمين، وإلى المسلمين الذين يتطابقون معنا بأن يفعل الله بهم وبأزواجهم وأراملهم وأيتامهم وأبنائهم وإلى. يا أخي دعوة مخيفة أنت تسمعه وتخاف. الله أمرك بهذا؟ الله أمرنا بهذا؟ الله أرسلنا سخطة ونقمة على العالمين؟ للأسف سأعود إلى موضوعي للأسف والوقت يدركنا، لعلنا نعود إليه في فرصة أخرى.